نشوف مع بعض لحظه لعب الكره. هنلاقي لعيب النادي الاهلي اللي انا معلم عليه بالسهم ده في وضع تسلل. بس هل اللاعب ده لمس الكره او اشترك في الكره ولا لا؟ اول حاله هنا كان لاعب النادي الاهلي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض، هتلاقي هنا في مسك من لاعب زد، لكن مش ده المسك اللي الحكم يحسب فيه ضربه جزاء، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول صالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا، هتلاقي لاعب زد بيستخدم اليد مع لاعب النادي الاهلي. طبعا هنا الكاميرا مش موضحه قوه استخدام اليد، لكن هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار. نروح للحاله اللي بعديها. هنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هل الكره جت في اليد ولا لا. هنا الكره فعلا جت في اليد، لكن اليد مش مكبره حجم الجسم. طبعا هنا مفيش ضربه جزاء، وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول صالح لاعبي النادي الاهلي. نشوف مع بعض هنا، هتلاقي لاعب زد بيستخدم اليد وبيشد لاعبي النادي الاهلي، وطبعا هنا استخدام اليد موجود. قرار الحكم ان هو يحسب فاول ويدي اللاعب انذار، قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا، وهو الهدف اللي اتلغى لفريق النادي الاهلي. نشوف مع بعض لحظه لعب الكره. هنلاقي لعيب النادي الاهلي اللي انا معلم عليه بالسهم ده في وضع تسلل. بس هل اللاعب ده لمس الكره او اشترك في الكره ولا لا؟ لان هنا لو اللاعب ده اشترك في الكره او لمس الكره، يبقى الغاء الهدف قرار سليم. هو مش اللاعب ده ما جابش الجون. بس نشوف مع بعض، هتلاقي هنا لاعب زد هو اللي استخدم الكره وهو اللي لعب الكره، ولاعيب النادي الاهلي في ظهر لاعب زد زي ما احنا مش شايفين مع بعض. طيب هل لاعب النادي الاهلي منع اللاعب ان هو يوصل للكره؟ لا. طب لاعب النادي الاهلي حاول يلعب الكره؟ ما حاولش، ان هو في ظهر اللاعب، يعني ما عندوش اي فرصه ان هو يلعب الكره. زي ما احنا مش شايفين مع بعض، لاعب زد قدام لاعب النادي الاهلي. يعني لاعب النادي الاهلي ما ضايقش لاعب زد، لان لاعب زد قدر يلعب الكره فعلا، ما اشتركش في الكره اللاعب في ظهر لاعب زد. طيب هل هنا بقى اللاعب اصلا في وضع التسلل؟ هو ما اشتركش ف وما جابش الجون، فمش عارف بناء على ايه الحكم بتاع الفار حسب ان لعيب النادي الاهلي ده في وضع تسلل، وهو ما اشتركش اصلا في الكوره، ولاعب تاني هو اللي سجل الهدف. طبعا هنا قرار غريب جدا من حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض، هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الاهلي على لعيب زد. هنا الحكم حسب المخالفه، بس كان لازم يدي لعيب النادي الاهلي انذار في اللعبه ديت. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الاهلي. نشوف مع بعض، هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، مش عشان الالتحام، عشان اعتراضه، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم.